طبعا انتوا عارفين ان انا من وقت للتاني كده لازم اضرب بوز. لو ما ضربتش بوز كأن كده مش عايشة، يعني الحياة فيها حاجة غريبة، حاجة مريبة كده. في ايه اللي بيحصل؟ معقولة كل حلو حلو ومفيش وحش ابدا، فتلاقي الوحش لزق في وشك على طول. النهاردة يا جماعة جايلكوا بروتين انا عن نفسي ما كنتش اتوقع ان انا اعمله معاكم حرفيا والله. وده كان المفروض روتين هعمله قبل ما ابدأ في المطبخ الشغل بقى، اللي هو خلاص بقى انا عايزه اخلص بقى وصاحيه وكل حماس وفرحه، وما اقولكوش بقى على اللي انا قايمه بقى بحلم ان انا خلصت يعني والله. واتفقت مع الاتنين في نفس ذات اللحظه، السباك وبتاع الرخام، وخلاص وكنا هنخلص النهارده من كل حاجه. فعايزه بس تتخيلوا معايا انا قد ايه كنت فرحانه، وهو كسر فرحتي بكل سهولة عادي، وكأن حتة مايلة عنده مش فارقة. يعني ازعل ما ازعلش او مش فارقة، هو مش حاسس ان انا هزعل اصلا، يعني هو تقريبا كده شايف ان الموضوع عادي مش مشكلة. يعني ايه اللي حصل؟ لو مش عاجبني ان انا يعني ده كلامه، فعادي ممكن تروح عند امك النهاردة قضي يومك معاها، ولو عايزة تقعدي يومين تلاتة اقعدي معاها يومين تلاتة، ريحي اعصابك وتعالي. لو مش عاجبك يعني الموضوع بقى بالنسبة له حاجة كده، حاجه حلوه قوي بصراحه. مش عارفه اقول لكم ايه، انا لازم اقول كده، انا لازم اقول حاجه حلوه علشان انا لو اتكلمت هنفجر وهعيط، هعيط وهقلب امينه رزق في الفيديو ده. المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين حالي، طبعا الحال ده ليه بقى؟ ليه؟ لا اكيد انتوا عارفين ليه. علشان طبعا هو عشمني، هو وعدني ان هو هيعمل لي السرير، والله ما كان جه على بالي الفكره دي ابدا. والله فكره ان انا اظبط السرير ما كانت جت على بالي، هو اللي كان اقترح عليا. وتقريبا كان في فيديو قلت لكم ان هو اللي اقترح عليا والحماس خدني، قمت فكيته على طول، فكيته واديني قاعده اهو. انا قلت له انت شكلك هتسيبه كده للصيف اللي جاي. قال لي لا كلها اسبوع. انا قلت لكم اسبوع صح؟ انا كدابه، انا كدابه. لا بصوا، هو مش انا كدابه، هو اتضحك عليا، انا اتضحك عليا من الاخر كده. انا صدقته كل مره بصدقه، وفي النهايه بيقعدني جنبه بالشهر وبالاتنين. ليه؟ مشغول مش فاضي. زي النهارده انا اساسا ما كنتش عايزه منه حاجه. انتوا حطيتوا اللايك ولا لسه؟ لا الا اللايك يا جماعه، الا اللايك. انا زعلانه بس لازم تحطوا لي اللايك، حطوا لي اللايك علشان والله بصوا انا محتاجه حد يرفع عن نفسيتي النهارده، وقولوا لي كلام حلو وصبروني صبروني صبروني، علشان انتوا برضو اللي كنت بتقولوا لي يا امل لما تزعلي ما تروحيش لامك، اقعدي انت في مكان وهو في مكان، هو في مكان. حصل ولا ما حصلش؟ انا كنت كل ما يزعلنا اقوم رايحه سايبه البيت ورايحه عند امي، اسيب البيت واروح عند امي اريح دماغي واعصابي، وبقى اللي هو خلاص بقى انا مش طايقه نفسي بقى. دلوقتي بقيت سامعه كلامكم، هو يقول لي روح عند امك وانا اقول له لا مش ماشي، عايز تمشي انت امشي. فالايه اتعكست خالص، وزي ما اكون خدت على الموضوع. يعني انا اساسا مش عارفه ان انا امشي اصلا، يعني هو يقول لي امشي وانا مش عايزه امشي، فمش فاهمه ايه اللي بيحصل. المهم انا والله البرد زاد عليا اصلا، وحرفيا انا حسيت بالتعب بعد ما زعلت. يعني تخيلوا والله العظيم انا ما كنت حاسه بالتعب من فرحتي وحماسي ولهفتي ان انا اخلص المطبخ النهارده. كنت فرحانه قوي. وبصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم قسما بالله مشيت عيالي وغيرت هدومي وفضلت قاعده منتظره بس الساعه 9 تيجي، لان عارفه ان الساعه 9 الناس بتبدا ان هي تفتح ويبقوا ايه خلاص جاهزين، بالذات اللي هم الناس بتوع السباكه والرخام دول بيفتحوا بدري علشان شغلهم بيبقى بدري في البدريه كده. فالمهم انا كنت قاعده منتظره بقى، ونزلت قدامه، يعني غيرت هدومي ونزلت وقلت له ان انا رايحه للراجل بتاع الرخام وهروح اشوفه السباك. يعني انت شايفني وانا نازله، شايفني وانا نازله وراحه، كنت قول لي قبل ما اروح. المهم انا روحت بقى واتفقت مع الراجل وقلت له تمام احنا النهارده نخلص بقى علشان عاوز اخلص من الموضوع ده. والراجل قال لي تمام ان شاء الله هخلص اللي في ايدي واجيلك، وان نفس الكلام السباك برضو هيجي وراه. فالنهارده كان كل حاجه هتخلص. فلكم ان تتخيلوا بقى فرحتي اللي اتكسرت فجاه كده. ليه؟ لان جوزي مش فاضي، انا مش فاضي النهارده. مين قالك تجيبوهم النهارده؟ انا مش فاضي.
طبعا هو قال لي انا مش فاضي، قلت له طيب ماشي مش مشكله، يعني عمو نظير مننا وعلينا، والراجل التاني بتاع الرخام يعني هو بيبقى جاي معاه صبي كمان وولادي موجودين والبيت مش فاضي، وممكن انده لاختك، انده لاي حد يقف معايا حتى لو سيد الصغير ابن ايهاب وكده. لا ازاي، ما ينفعش طبعا، انا شغال دلوقتي ويبقى ما ينفعش حد يجي النهارده. طب ما انا ماشيه قدامك يا ابن الحلال، انا ماشيه قدامك وشايفني وانا بقول لك انا رايحه للراجل بتاع الرخام، هكون رايحه اعمل ايه يعني؟ ما انا متفقه على كل حاجه، هروح علشان يعني اديله عربون ويجي. ايه اللي حصل بقى؟ معرفش، هي ساعه زمن ما كملتش ساعه، رحت جيت قال لي مفيش حد جاي النهارده، بعد ما اتفقت معاهم واتصلت بيهم وقلت لهم للاسف مش هينفع النهارده، معلش حصل ظروف. فيعني بجد انا كنت فرحانه وحاسه ان انا اتكبست كده مره واحده، والزعل بان عليا واتقهرت حرفيا. يعني انت عارفه لما تكوني مخططه حاجه في دماغك وفي الاخر يقولك لا بلاش النهارده، اصلا انا مش فاضي. فبصراحه الموضوع تعبني نفسيا، والله تعبت نفسيا وحياة ربنا، وبقيت حاسه ان انا الحيطه المايله، وانا علشان ابويا ميت ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمه يا جماعه هو بيعمل معايا كده ليه؟ انا نفسي افهم، هما كل الرجاله كده؟ لا والله، اصل هو اوقات يعشمني بحاجات كتير وينزلني لسبع ارض، اللي هو بصي يطيرني كده ويخليني اعمل اللي انا عايزاه وفي الاخر يوقفني. طب ليه؟ ليه؟ مش فاهمه. ما علينا. انا والله اساسا بعد ما كنت الحمد لله بدأت ان انا افوق واروق من البرد، رجع معرفش الموضوع اقوى من الاول، وحاسه ان انا حرارتي بدأت تعلى اصلا. مهم ان انا زي ما انتم شايفين كده دخلت على الاوضه اللي مقلوب حالها بسببه برضو، كان في شويه غسيل قلت اطبقهم بما ان انا طبعا يوم الكنسل كله على بعضه. اساسا الدنيا عندي ما كانش فيها غير كام حاجه، يعني اصلا انا كنت عامله حسابي من امبارح بالليل ان انا خلاص بقى بكره الصبح اقوم اخلص كل حاجه، فكنت مجهزه نفسي. وحتى الغسيل كنت سايباه يتصفى، زي ما انتم شايفين كده بعصر برضو، انا سايباه من امبارح بالليل يتصفى وبعصر برضو. الحاجات دي بتبقى من تحت كده، فالمية اللي بتتصفى من فوق بتنزل على اخر قطعة، فاخر قطعة بتبقى فيها شوية مية حلوين كده. طبعا وانا باخد من الحوض بحط اللي من فوق تحت واللي تحت بيبقى فوق، فالدنيا بتشقلب حالها. فالحاجات دي كانت محتاجة تتعصر، عصرتها وبدأت انشر، قلت اخلص منهم برضو علشان انا كان المفروض اعمل الروتين ده من بدري، بس والله لما تعبت فعلا نفسيا وكنت قاعده زعلانه حرفيا ما كانش ليا نفسي ان انا اعمل اي حاجه، ما كانش ليا نفسي اعمل حتى الاكل. النهارده عملت لهم رز وبطاطس وبيض، هو ده اللي عندي، مش عايزه اعمل حاجه اكتر من كده. اصلا كنت ناويه ان انا النهارده فعلا كده كده ما اعملش حاجه على اساس ان انا الناس هتيجي تشتغل، فخلاص بقى ناكل اي حاجه زي اي يوم. هو بقى حكمت معاه ان انا اطبخ، لازم اطبخ النهارده، فتمام ماشي. عملت له بقى ايه، رز وبطاطس وبيض وخلاص. ده اللي انا قدرت عليه لان انا حرفيا تعبانه. المهم في الظروف اللي زي دي لما اقول ان انا تعبانه يبقى انا كده يعني بتلكك، انا كده بعند، وانا فعلا تعبانه، انا فعلا والله تعبانه، انا حتى صوتي اكيد باين عليه. انا اساسا اخنفيت مره واحده، مش عارفه ايه اللي حصل لي. المهم بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده انا بنشر ان شاء الله يا جماعه، الحماس زي ما هو مش هيأس، بس ادعوا لي ان انا افضل قاعده هنا. ادعوا لي ان انا لسه اكون موجوده في البيت، ادعوا لي بقى. وبالمناسبه كان في كومنت امبارح اتكتب لي يعني، وكان في ناس كتير متفقين في نفس الرأي وحاطين لايكات بقى عشان الكومنت يظهر. بتقولي امل حافظه على فلوسك، محدش عارف بكره في ايه. والله انت بتتكلموا صح، واي ست فعلا تحافظ على فلوسها ده لو عندها مصدر رزق، علشان محدش عارف بكره في ايه. بس انا اللي زيي محتاج ان هو يشتغل. شغلي بقى معاكم عباره عن ايه؟ تغيير، ديكور، روتين، تجديد. محتاجه ان انا اصرف. طب لو ما صرفتش في بيتي هصرف فين؟ ما انا بعمل في اي حته ربنا بيقدرني ان انا اعملها بعمل. وكمان نفسي في حاجات فبفرح نفسي يعني. ولو عشت على خوف بقى ويا ترى ويا ترى ايه اللي هيحصل بكره، دي بتاعت ربنا، وصدقوني المظلوم ربنا دايما معاه. يعني انا من ناحيتي انا ربنا يعلم بنيتي، وان انا يعني
شاريه بيتي، بنتخانق، بيبقى في سوء فهم. يعني مثلا المشكله دي بالنسبه لي زمان كانت مستحيل ان هي تعدي كده، دلوقتي بقيت قاعده مش عارفه ايه الهدوء اللي نزل عليا، زعلانه بس حاسه ان انا مش قادره اعمل حاجه، مش قادره اخد موقف، او مش عارفه اخد موقف. يمكن هو علشان ما كانش قصادي، ويعني موقفش كتير، ما وقفناش قصاد بعض كتير يعني، فالموضوع ما كبرش يعني. فالحمد لله على كل حال، وانا واثقه ان ربنا مش هيسيبني مهما كان اللي هيحصل، وايا كان ظروفي، وايا كان اللي هيحصل قدام الله اعلم بيه، ده نصيب ومكتوب. وكده كده اي مكان هروحه هنور وهعيش وهعمل كل اللي نفسي فيه، ومش هقف واحط ايدي على خدي واقعد اعيط ويا ترى يا هل ترى بكره يحصل لي ايه، ويعني اقف بقى ثابته واوقف حياتي كلها خوفا من بكره. لا، انا مش عمري ما هعمل كده، حتى لو كانت شغلانتي مش على اليوتيوب على فكره. يعني حتى لو انا بشتغل في حاجه تانية كنت هعمل اللي نفسي فيه، وكنت هفرح، وكنت هعيش، وكنت هعمل كل حاجه نفسي فيها، لان بكره ده بتاع ربنا مش بتاعنا، فاهمين؟ ففي كل الاحوال يعني متقلقوش عليا، مادام ربنا معانا الحمد لله، ربنا موجود وهو اللي بيقف جنبنا. ومهما كان اللي بيحصل لك خلي املك في ربنا كبير، حتى لو عديتي بازمات ومواقف صعبه اللي هو حاسه ان الدنيا جت عليكي قوي، يعني خليكي واثقه ان ربنا هيجي وقت ويوقفك على رجلك وتبقى اقوى من الاول. ربنا ما بيسيبش حد. واساليني انا، يعني انا الحمد لله على قد ما انا بقعد اضحك معاكم واهزر معاكم، انتوا عارفين يمكن الناس اللي متابعاني من زمان انا مريت بمواقف كتير قوي، والحمد لله ربنا دايما كان بيسندني ويقويني، والدنيا دايما بتقدم لك الاحسن مادام انت عندك صبر وايمان بربنا. والحمد لله انا يمكن حالي مع جوزي والله احسن من الاول، على قد ما هو بينقر فيا اوقات كتير وبيعند كده، بس احنا الحمد لله احسن من الاول. واتمنى ان ربنا يهديه، اتمنى ان ربنا يهديه ويهديني، احنا الاتنين مع بعض، علشان ربنا يخلينا لولادنا وبيتنا يفضل كده مفتوح بحسهم. فان شاء الله خير. ما تقلقوش عليا يا جماعه، انا لو بصرف علشان ده الصح ليا ولقناتي، ولان انا مش عايش على يا ترى يا هل ترى فاهمين؟ وان شاء الله خير، انا متفائله والله متفائله. المهم بقى انا عايزاكم تقدروا ان انا معاكم رغم كل الظروف، تمام؟ اللي هتقولي بقى انت جاي النهارده بطاقه سلبيه، لا يا عينيا ركزي معايا كده. انا واحده كنت فرحانه وكسر خاطري، انا دلوقتي ما بعيطش بس انا صوتي رايح. فايه، انا معاكم رغم الظروف ورغم اللي بيحصل. تحط اللايك كده، تشتركي وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. وبصي بقى خدي نصيحه مني علشان تبقي خرجتي من الفيديو ده بحاجه مفيده، اي حاجه لله مهما حصل اتمسكي بحقك، تمام؟ ما تحزنيش، لان الحزن ده الشيطان عايزنا نحزن اصلا. عيطيلك شويه وبعد كده فوق لنفسك كده، ما تناميش. انا بنام شويه عشان ببقى زعلانه، بس مش بكمل، بقوم عند في نفسي وبقوم اعمل اي حاجه زي ما انا عملت كده. قلت والله ما هستسلم، والله ما هيأثر عليا، وصدقوا بالله لو حصل اكبر من كده هتلاقوني معاكم برضو، وربنا يستر من اللي جاي ربنا يستر. المهم يا لهوي مش عارفه انا مالي. المهم يا جماعه الخير، طبعا انا دخلت على الغرفه دي. احنا اساسا الفتره دي المفروض بننام هنا، بقى الاوضه التانية زي ما انتم شايفينها دي بقت خرابه يا دنيا، خراب يعني. حاجات المفروض الحاجات دي كانت بتتحط تحت السرير، الشنط اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفين هنوديها فين. بس انا والله عملت بنصيحتكم وقلتوا لي يا امل حاجه زياده عليك خرجيها، والله عملت كده وخرجت حاجات كتير انا ما كنتش عايزاها، ولسه بس برضو في حاجات، يعني مش معقول هرمي كل حاجتي، مش معقول انا رميت فعلا حاجات فعلا كنت فعلا مش محتاجاها، مش ان انا بقى استغنى، لا انا فعلا مش محتاجاها، وبيجي عليا سنه ورا سنه اقول ان انا هستخدمها مش بستخدمها، فايه لا استغنيت عنها. فالمهم بقى انا استغنيت بس لسه عندي حاجات هنشيلهم فين الله اعلم. هنا بقى الغساله اللي املي لسه عليها لحد دلوقتي موجوده اهي، ركناها على جنب. طبعا اتفرجنا عليها ولفتها، والحته اللي قطعتها حاولت ان انا الزقها كده، وحطيت عليها كيس كمان علشان احميها من ولادي والكلام ده كله، وركنتها على جنب. هنا بقى بعد ما خلصت الاوضه
انا كنت خرجت للحفه تتهوى شويه. المفروض بقول لكم الروتين ده كنت اعمله اول ما ارجع من بره، لان اول ما فتحت عيني جهزت واستنيت بس الناس تفتح ونزلت على طول. وكان في خيالي ان انا هاجي بقى اروق الترويقه دي قبل ما الناس تيجي وابدا معاكم انا بقى الفيديو الخطير اللي ما حصلش. فما حصلش بقى، هنعمل ايه؟ ما حصلش. المهم رحت بقى زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، بعد ما خلصت الاوضه وخرجت للحفه تتهوى شويه نلحق كده الشمس شويه، خلاص المغرب كان بقى عليه ساعه تقريبا. قلت اطبق بقى الحاجات اللي انا لسه لماها. انا اساسا بصوا علشان الغساله بتاعتي بعافيه وبغسل دلوقتي على الغساله العاديه، نظامي في الغسيل اللي هو ما بوقفش اصلا، بغسل اسيبها تتصفى، الهدوم تتصفى وانشر اللي بقدر انشره، اصحى يعني ايه لو في مكان انشر جنبه، لو الهدوم نشفت المها وانشر مكانها وهكذا. فالغسيل عندي ما بيبطلش، يعني زي النهارده غسيل كان على المرتبه عايز يتطبق، وغسيل كان على الحبل برضو عايز يتلم، وغسيل عاوز يتنشر، غير ان في غسيل عاوز يتغسل، يعني مش هحرمكم من حاجه. المهم انا بقى ايه بعد كده ما خلصت تطبيق الهدوم، رحت جيت بقى السجاد ده، ده بديل سجاد كان عندي في الاوضه الناحيه التانية، وانا بشيل السجاد ده ما كانش لسه ظاهر، يعني كان محطوط حاجات فوقيه. فالمهم انا دلوقتي قلت بقى اشيله علشان ما يتبهدلش، فطبقته كده الوش جوه والظهر بره علشان العفر والتراب. مش معنى ان انا شايلهم تحت السرير ان هم كده تمام، لا، برضو نحافظ عليهم شويه، نقلبهم كده على ظهرهم افضل ليهم. فدلوقتي هشيلهم بقى، وهشيل جنبها بديل السجاد التانية، واحدة تانية كمان. كل اللي تحت السرير ده مش بديل سجاد، لا، في سجاد وفي بديل سجاد. وزي ما عرفتكم ان انا ببدل فيهم، علشان الناس اللي هتقولي انت عندك سجاد كتير استغني، والله انا لو مش بستخدمهم اكيد هستغنى عنهم اكيد، بس انا بستخدمهم لان انا عندي فواتح، والفواتح دي ما بتكملش معايا وقت شهرين 3 كده، محتاجه ان هي تتغسل. لما بغسل حاجه بحب ان انا اغير ديكور، فببدل بقى، فاهمين؟ الالوان المناسبه والحاجات اللي هي ممكن تناسب الفرش وقتها والكلام ده كله، فمش مزعلني يعني، شايلاهم. المهم ان زي ما شايفين كده خلاص تمام كده، يعتبر ان احنا خلصنا. هنقعد بقى قعدتنا الرايقه ونحاول نهدي نفسنا، نستهدى بالله كده، وننتظر بكره ان شاء الله. خليكوا على حماسكم، تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله هجيلكوا بفيديو كده مفيش احسن من كده ان شاء الله، وتحطوا لي لايكات كتير وتشتركوا وتفعلوا الجرس، ماشي؟ علشان يوصلك مني كل جديد. وانتظروا باذن الله فيديو المطبخ نخلصه على خير باذن الله، ودعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم.